ما يخص الصفقات والانتقالات باذن الله تعالى. عاوز اقول لك ان اداره السكاوتنج، فبالتالي عندنا خبر مهم عن مهاجم النادي الاهلي المحتمل في الانتقالات الشتويه المقبله. ولما اقول لك المحتمل لان احنا في مرحله التجهيز للصفقه. اداره السكاوتنج استقرت على مهاجم يلعب في سويسرا، ارقامه مميزه، عمره 24 سنه، يرونه مستقبل للنادي الاهلي، امكانياته الفنيه وقدراته الفنيه عاليه جدا، ايدرز وشوتنج وبتاع الخطف اللي في الصندوق، حاجه يعني ايه زي ما الكتاب بيقول، وجراي يعني سبرنتر. فالناس بيقولوا ده بديل كويس. فالسكاوتنج ادت الملف لمين؟ لكابتن محمود الخطيب، حوله الكابتن محمود الخطيب الى خوسيه ريبيرو، قال له احنا مقتنعين بده، بص عليه واديني تقرير فيه، ثم عاوز منك تقرير في البديل، مين يمشي عشان ده يجي. قال له لو مشي اشرف داري في يناير، السؤال اللي رايح لخوسيه ريبيرو عن طريق محمد يوسف من الكابتن محمود الخطيب، لو مشي اشرف داري في يناير هل يؤثر سلبا على الشق الدفاعي في النادي الاهلي؟ لو انت مشيته في يناير يؤثر سلبا على الشق الدفاعي؟ ماشي، فده سؤال هيجاوب عنه مستر خوسيه ريبيرو. ماشي، في هذا الامر تم التحويل ليه، الاداره مقتنعه، اداره السكاوتنج وكابتن الخطيب مقتنعين. اداره السكاوتنج وكابتن الخطيب، اداره السكاوتنج عملت شغلها، رفعت الكابتن محمود الخطيب المشرف على كره القدم، بيبص فيه عجبه، قال لي يوسف شوف، طب اشرف داري ليه بيتكلم في اشرف داري؟ انت ما عندكش، ما تقدرش تجيب اجنبي تاني، موجود دلوقتي ياسين مرعي عندك ثقه كبيره، عندك ياسر ابراهيم بسم الله ما شاء الله تبارك الله شفاه الله وعافاه، عندك بيكهام وعندك مصطفى العش. هل لو مش اشرف داري يعمل لك قلق؟ هل يبقى خلاص ياسين مرعي ربنا يحفظه من العين والاصابه، مين يلعب جنبه؟ ياسر ابراهيم ولا بيكهام ولا العش لو مش اشرف داري؟ هل انت تبقى مطمن من الجزئيه دي؟ ليه السؤال ده مطروح؟ لانك انت رايح لمرحله النوك اوت. لما يجي في يناير انت رايح لمرحله النوك اوت في الدوري، 7 فرق بيلعبوا على البطوله، مباريات هتبقى مباريات ناريه غالبا، يعني هيبقى في كل المباريات اللي فيها قلق كبير جدا جدا جدا، وهنقف عند الهفوه والتحكيميه والحكايه والروايه، وبالتالي لحسم الدوري. فبالتالي انت دول هتعمل فيهم ايه؟ انت عاوز تبقى انت مستقر عليهم، مطمن للدفاع في وجود هؤلاء، ولا نخلينا نكمل كده وما نجيبش المهاجم؟ فقال له لازم يبقى في اجنبي بيخرج، لا سيما وان اول مباراه ما كانش في اجانب في الملعب غير لعيب واحد، الاربعه بره. فانت قول لي مشي لي واحد. طب الاهلي بيعمل ايه؟ بيعمل هوم ورك اللي عليه الخواجه، لانه برضه هيبقى رايح لمرحله النوك اوت في دوري افريقيا باذن الله تعالى. يعني في يناير هتبقى انت رايح للمرحله الحاسمه. ماشي، فهتعمل ايه؟ فده موضوع الصفقه، الاهلي مخلص شغله، وشغالين ايضا على حاجتين تاني بجانب المهاجم اللي موجود ده، لانه اجنبي جنسيته ايه ما اعرفش، بس بيلعب في الدوري السويسري، المعلومه اللي عندي. طب شغالين على ايه تاني؟ السكاوتنج شغالين على ابناء المصريين اللي في الخارج. هتضحك انت، اضحك براحتك. في مواهب فذه مولوده في اوروبا وفي الامريكتين، الجيل الثاني والجيل الثالث، ماشي، واسماء كبيره ولاعيبه مواهب وقدرات عاليه. ففي صدة نفس عن حته الفلسطين في الاهلي بعد اللي عمله وسام، لكن الفلوس لما تخش النهارده يعني الدنيا هتتغير، يعني صدة النفس الناس هتفرح بال5.5 مليون دولار اللي هيتحولوا. ماشي، فالفكره وقتها بقى المصريين دول تقدر تجيب حد منهم؟ ده ملف انا كلمتك فيه مرتين قبل كده، ودي ثالث مره بكلمك، والله يشهد الناس يا اسطوره ما تجيبش سيره الملف ده. اقول لهم ليه؟ يقولوا مش عايزين حد يخش لنا فيه، مش عايزين نواجه انظار الناس دي كده. اقول لهم فيها ايه؟ ده ارزاق، اجتهد وخلص، ده جايز لما يخش لك حد يبقى خلاص. طب ما الزمالك جاب فلسطينيين بالكوم، ادم كايد وعدي الدباغ، والاثنين لسه ما عملوش اي بصمه، وعمر فرج موجود وما عملوش اي بصمه، ده هو وسام ابو علي اللي جه ترك بصمه مهمه في الشق الهجومي. فاشتغل انت عليهم، فهم يشتغلوا على المهاجم الفلسطيني والمهاجم المصري اللي معاه الجنسيه المصريه اللي في اوروبا او في الامريكتين. قال لك ندور ونشوف، مش هنغلب. واي حد يتمنى من ابناء المهاجرين المصريين، وانا اللي بقول لك اهو عشان المهاجرين المصريين اللي بره لو عندهم مواهب يتواصلوا مع اداره الاهلي، صفحات الاهلي الرسميه، اللي معاه تليفون كابتن محمد يوسف، اللي معاه تليفون كابتن الخطيب، ابعت يا باشا على النادي الاهلي الفيديوهات بتاعته. ليه؟ لان الناس مهتمه بده، واتمنى يبقى في حاجه كده لاداره السكاوتنج اللي عاوز يتواصل معاها من المصريين اللي في اوروبا او في الامريكتين، يقولوا لهم مين موجود، مين حكايه. ما احنا عندنا ناس كتيره جدا عايشه بره وتاخد الجنسيه وكلام بالشكل ده، ماشي. ومنتخب الشباب رجع لنا كذا لعيب بيلعبوا في اوروبا، اللي في ليفربول واللي في الارسنال واللي في فرنسا، ماشي، مع كابتن اسامه نبيل. فاحنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا، وهي ان دلوقتي فكره المهاجم اللي في يناير اللي هتحتاجه ضروره مهما تالق الكابتن محمد شريف او جراد ياشار او القادمون من الخلف زيزو او تريزيجيه او بن شرقي او امام عاشور او محمد بن رمضان، كل ده. لكن الفكره الناس شغاله على مهاجم، فالمهاجم ده موجود. القرار بقى بتاع فكره يجي ما فيهاش مشكله في الفلوس بالنسبه للاهلي، ما فيهاش مشكله، وفي متناول الاهلي ومش برقم كبير. بس الاول قول لي مشي مين وابحث براحتك، واحنا مش هنتكلم في الموضوع ده غير في نوفمبر او ديسمبر. بس الاول خلص وشوف ظروفك ايه، عشان الاهلي وقتها هيبقى بيخلص في هذا المهاجم اللي الناس عاجب الكابتن محمود الخطيب واداره السكاوت. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي. يا عم ما انا قلت لك عقوبه محمد هاني امبارح،
وقلت لك تفاصيل التفاصيل بتاعت اللهم صل على محمد تقرير محمد معروف، ما هي ماتش هيطلع النهارده بالليل، الموضوع خلصان. ما تقلقش يا بيه خد من الاسطوره واتكل على الله وما تاخدش من حد تاني. الحدود التانيه تسمعنا وترجع تقول يا الله خليهم يسترزقوا، ما انا حذرتكم من اعلام الكذب والالجاز. احنا نقول ومش عارف ايه. ده انا شفت عيل طالع على الهوا، ممكن تلاقيه ضيف، ممكن تلاقيه في الاذاعه، ممكن تلاقيه في برنامج، ممكن تلاقيه مش عارف رئيس تحرير قناه ايه، 5 6 يعني وظايف كده يعني ماشي، وبيقود لجان زملكاويه كبيره يعني على مستوى الاعلام يعني الفضائيات وكده وبتاع، يعني يلا النهارده نطلع اشاعه الاهلي كذا ماشي، بيقول لك ان سكواد الاهلي ضعيف وان هو مش هيقدر يكمل المنافسه على بطوله الدوري. قلت له طيب لا مش كابتن خالد الغندور، لما يبقى في حاجه على خالد الغندور بقول بالاسم يعني ماشي. فايه الكلام الخايف ده؟ طب لما هو ضعيف يا ابني ما تخليك ضعيف زيه كده وتفوز بالبطولات وتحقق الانتصارات وتروح كاس عالم. ما اعرفش انا العيال الخايبه دي بتجيب الكلام ده منين؟ وانتوا حضراتكم اللي بتبعتوا لي كلام العيال الخايبه دي، والله انا لما بشوفها بقول ده يعني اعلام الكذب والهجاص ده ما ينفعش يستمر اكتر من كده، والبرامج المفروشه. لكن فكره الانتشار كمان تلاقيه في اكتر من وسيله. يعني احنا اتعلمنا في الاعلام ايه؟ الله يديله الصحه والعافيه كابتن مدحت شلبي، يقول لك انا على الاستيدج بتاعي يا باشا اللي عاوزني يجي يتفرج عليا، كان يرفض يطلع ضيف في اي حاجه. يطلع امتى؟ في الصيف لما البرنامج يبقى واقف ماشي. لكن انت على منصتك اروح هنا ليه واجي هنا؟ انا واحد من الناس بتجي لي دعوات كتير جدا للظهور في بودكاستات، برفض اقول لي ما انا هطلع معاك سوشيال، طب ما اللي عاوزني يجي يتفرج عليا يعني. بطلع لمين بقى؟ العزيز الغالي زي احمد الهواري مثلا، زي الاستاذ لطفي الزعبي، دول اللي حاجتين اللي انا وافقت عليهم ماشي. لكن في ناس كتيره بتلح بقول له ما بطلعش. فبالك بقى واحد يبقى عنده منصه فضائيه برنامج بيطلع عليه 3 4 ايام، وبعدين تلاقيه اليوم اللي بعديه ضيف هنا، وبعدين تلاقيه في الاذاعه ومش عارف ايه، يعني في ال7 ايام تلاقيه مثلا ظاهر 12 مره. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه العيال ده يا جماعه؟ لمجرد ان هو ضد الاهلي. فما اعرفش اللي مسؤول عن ملف الاعلام يعني ليه الشخصيات دي هو بيلمعها زياده عن اللازم كده يعني، رغم انها يعني اعوذ بالله يعني كارهه وحاقده على النادي الاهلي. يا عم سيبك من الكلام ده. لكن عقوبه محمد هاني الايقاف مباراه وخد منه، قايل لك الكلام ده من امبارح واطمن. الناس بقى بتنقل بعدنا لانهم بيثقوا فينا، بس في ناس بتبقى محترمه مثلا زي كابتن سيف زاهر لما يطلع يقول لك فلان قال ماشي، وفي ناس تقول لك والله يعني اكدت لنا المصادر، خلاص اكدت لك المصادر ربنا يبارك لك في المصادر عادي جدا. انا اللي يهمني ايه؟ ثقه الجمهور المحترم اللي احنا متواصلين مع بعض بقالنا سنين، دول اللي يهمني ثقتهم ودول اللي فوق راسي ويبقوا عارفين ان احنا بنجيب المعلومه الصح. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي. حسين الشحات قامت اداره النادي الاهلي بالسؤال عن حقيقه عروض نادي الزمالك وتحديدا ممدوح عباس، وتاكدت اداره النادي الاهلي بما لا يدع مجال للشك ان ممدوح عباس حاول وان حسين الشحات رفض. ان ممدوح عباس حاول وعرض مبالغ ماليه خياليه، وعرفوا مين الشخصيه المقربه اللي تواصل معاها ممدوح عباس للحصول على توقيع حسين الشحات للموسم المقبل والشيك على بياض اللي هو عاوزه كله تحت امرك. ماشي الحال. ثم كانت المفاجاه ان اداره النادي الاهلي لم تنزعج من هذه المفاوضات، وقالت ان حسين الشحات احنا مش هناخد فيه قرار دلوقتي غير في يناير، هنشوف اعتماد الراجل عليه ايه. اعتمد عليه الخواجه ولعب وقال انا عاوزه هنجدد معاه. طب ما قالش مش هنقدر نجدد معاه. احنا طول عمرنا المدير الفني هو صاحب القرار. طب احنا نشوف بيلعب مثلا 50% 70% هنجدد. طب بيلعب اقل من 50% فنيا مش هنقدر نجدد. طب يروح الزمالك، قال لك واحنا مالنا بقى، وقتها يروح يوم جايز يروح بيراميدز لانه حبيب هاني سعيد مثلا وفي بيزنس بينهم وكلام بالشكل ده ماشي. فالفكره ان الاهلي ما انزعجش من التواصل، بيقدر لحسين الشحات تضحياته وعطائه مع النادي الاهلي، بيقدر تنازلاته اللي قدمها في نادي العين الاماراتي لارتداء القميص الاحمر. قال لك قرارنا بيبقى فني والتقدير الادبي هنعمله. يعني لو قعد حسين الشحات وبطل كوره مثلا في نهايه الموسم احنا نعمل له ماتش اعتزال ويبقى له تواجد معانا، يشتغل في التحليل، يشتغل في شركه الاهلي، يشتغل في اي حاجه. قال لك ده لازم هنقدره. قال لك لكن افرض هو تمسك بانه يكمل كوره، حقه برضه زي علي معلول وسيظل احد اساطير النادي الاهلي العظيم. قال لك طب افرض ان هو جه في يناير وقال لي عاوز اطلع بره، هنوافق له بره. جاله عقد مثلا موسمين ونص، مش هنقف قدامه. بل ان المصدر اللي بيقول لي ان ممكن الاهلي يتنازل عن مستحقاته الماليه تقديرا لحسين الشحات لو طلب يمشي في يناير. يعني هو حس ان هو مش قادر، الراجل ما فيش قبول وحب يمشي في يناير، مش هنقول له لا، وممكن ما ناخدش فلوس تقديرا لتضحياته مع النادي الاهلي عند التعاقد معاه واخلاصه للنادي الاهلي على مدار السنوات الماضيه. قلت له طب افرض رجع على الزمالك، قال لي يبقى قراره برضه، هيبقى قراره مع مين؟ منه للجمهور برضه، مش احنا اللي مش هنتكلم. يعني افرض رجع على الزمالك او بيراميدز هيبقى قرار. قال لي بس ليه تقول كده لما عمرو السوليه ضحى ب 100 مليون في بيراميدز في 3 سنين وما خسرش جمهور الاهلي وراح سيراميكا؟ وحسين الشحات من النوعيه دي اللي بتحب الجمهور والجمهور بيحبها، ومش ممكن يضحي بالجمهور عشان موسم او موسمين يلعبهم في الزمالك او في بيراميدز. قال لكن لو هو طلب في يناير انه يمشي مش هنقف قدامه، بل سنتنازل عن فلوسنا اللي هو رايح اي نادي تاني. قلت لهم بس انتوا كنتوا بتقولوا قبل بدايه الموسم لو ماشي يدفع 3 او 4 مليون دولار.
قالوا لي دي نقره ودي نقره قبل بدايه الموسم. ده كان سببه ان احنا في بدايه موسم ان هو ممكن يمشي. دلوقتي لو احنا حاسين ان ده راجل اعطى للنادي وفي الشق الفني مش في ايدينا، المدرب ما بيعتمدش عليه وهو عاوز يمشي، لازم اقدره، لانه لا عمل ازمه ولا عمل مشكله ولا عمل اي حاجه، فبالتالي لازم احنا نشيله فوق راسنا نظرا لتضحياته عند التعاقد معاه. هو ده رد الجميل الرائع اللي دايما بيعمله النادي الاهلي بشكل محترم، فحسين الشحات موجود، وزي ما قلت لك علمت اداره النادي الاهلي بفكره المحاولات ممدوح عباس للتواصل معاه ورفضه لاي اجراءات ماليه من نادي الزمالك او التواصل او القعده او اجراء اي تواصل تليفوني. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي، صلي على حبيب قلبك كده. قلت لك من يومين هنا ان الكابتن محمد الشناوي طلب جلسه مع الكابتن محمود الخطيب، يعني ايه، وقال له ممكن يا ريت تبقى بره وبتاع وكلام من ده. كان من المفترض يبقى في جلسه بينهم امبارح بالليل، يبقى في عشاء بينهم، لكن الكابتن الخطيب جاله ميعاد مفاجئ يعني ما يقدرش يعتذر عنه، فتواصل مع محمد الشناوي تليفونيا يعني ايه، يعني الاعتذار عن الميعاد ومعرفه رايه في ايه اللي بيحصل. فتواصل الكابتن محمود الخطيب مع الشناوي تليفونيا مشكورا، يعني لان ده راجل محترم وشيك ادى ميعاد فبيحترمه، وساله ايه الحكايه وايه الروايه وكلام من ده. قال له يا كابتن يعني بنتعرض لضغوط نفسيه وعصبيه، انا شايف ان مصطفى شوبير اتغير السنه دي، ما بقتش حاسس ان انا اخوك كبير اللي بيقول له نصايح وكده وبتاع، وحاسس ان في كلام كتير جدا حوالين الضرب فيا اعلاميا وسوشيال، وده مش في مصلحه الفرقه، وبالتالي عاوز اعرف رايك وعاوز نشوف نعمل ايه. الكابتن محمود الخطيب قال له باختصار يا شناوي، انت الحارس الاول للنادي الاهلي، انت قائد لفرقه النادي الاهلي، وبيوصلني حتى رغم انك انت بره التشكيل، لكن بتقوم بدور القائد وبدور الاخ الكبير وبدور المسؤول، وده شيء عظيم جدا، وده اللي منتظر منك، وده اللي بيخلي عندي نفس القناعه انك انت لازم يبقى ليك جزء منصب اداري كبير في النادي الاهلي بعد اعتزالك. قال له وحصل بقى كلام في هذا الاطار يعني ماشي، واكد له كابتن محمود الخطيب ان ركز في الملعب وركز في الكوره، والفيصل هو الامر الفني، وانت عارف ان دي سنه الحياه يعني في التحولات، لكن في الاخر ده مدير فني جديد ومدرب جديد، لكن اللي انا عارفه ان مصطفى خد ماتشين وانت هتاخد ماتشين، واللي جايين يعني المحله وبيراميدز، والضغوط الكتيره دي ممكن تاثر عليكم انتوا الاثنين سلبيا، ممكن تاثر على الاثنين سلبيا، مش هتبقوا انتوا الاثنين فايقين ورايقين، ماشي. فحاول تلم، انت الكبير، حاول تاخد مصطفى في حضنك، لان هو بيسموها ايه يعني حاجه كويسه، وهو دايما شايفك اخ اكبر، فما تخليش ما يصار يخليك تبعد. الدور والمسؤوليه عليك انت، انك تحتضنه وتوجهه وتحرص عليه وتنصحه، ولان هو المستوى حتى اللي ظهر بيه في المباراتين الماضيتين مش بالشكل اللي هو كان بيظهر بيه قبل كده، وده ربما نتيجه الضغوط النفسيه والعصبيه، فقال له يا كابتن والله طول عمري علاقتي بمصطفى اخويا الصغير، لكن هو السنه دي ما بيسالش، كان حتى قبل كده لما يكون هيكتب حاجه كان يجي يسالني على السوشيال، السنه دي ما بيسالش وحاسس انه متغير. قال له ده مرحله طبيعيه، ده امر طبيعي لما الناس بتحس انها كبرت، زي ده بتحصل بين الاب وولاده، يعني يبقى الابن بيسال في حاجات كتير، يجي في مرحله يقول لك لا، فده كده، لكن انت عليك الدور كبير يا محمد. فكابتن محمود الخطيب يعني طالب محمد الشناوي بلعب دور الكبير في التعامل مع مصطفى شوبير، التاكيد على ان الاداره الفنيه واداره الاهلي لا تتاثر باي ضغوط اعلاميه من اي حد، وان المستوى الفني والملعب هو الفيصل، ماشي، وان مفيش اي حد يقدر يتلاعب بهذا الامر، وطالبه بان هو يركز في الملعب ويركز في انه يحتضن مصطفى شوبير ويوجهه. قال له يعني ده امر لازم تبقى انت حريص عليه انت والناس اللي معاك. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي. كابتن خالد الغندور قال لك ان بيراميدز الزمالك عاوز يعمل احتفال للفوز بالسوبر الافريقي، خاصه وان دي تاني مره في تاريخه. انا طبعا وقعت من الضحك من هذا الامر، الجمهور يعمل، حق الجمهور يعمل، لكن النادي يعمل بشكل رسمي اول مره اسمعها. كتب قال لك ايه كابتن خالد؟ قال لك الزمالك يستعد للاحتفال بالذكرى. اول حاجه كاتب بالذكرى دي غلط، كاتبها بالتاء المربوط. يا خالد اتعلم تكتب عربي، يا خالد مش كده، يا خالد مش كده، يا خالد حتى العربي مش عارف تكتبه يا ابني، هعمل ايه بس معاك يا خالد، انا مش فاهم بس. بالذكرى اهي، بص كاتبها ازاي بالذكرى، انا ما شفتش كده، وده عيب نجوم الكوره لما يشتغلوا اعلام، يعني برضو ما بيبقوش يعني ايه عارفين عربي ونحو، حد دي املا كمان، ربما عشان تعليم فرنساوي غير. والله قال لك ازاي الاحتفال بالذكرى الاولى ومرور سنه سوبر القرن في افريقيا والفوز على زعيم القاره النادي الاهلي. شوف هنا قال لك زعيم القاره، ده برضه امر يستحق الاحتفال، خلي بالك
امر يستحق الاحتفال. قال لك والايه والفوز على زعيم القاره النادي الاهلي يوم 27 سبتمبر القادم، وهناك احتفاليه على قناه الزمالك، وخصوصا ان الزمالك والاهلي لعبوا 2 سوبر افريقي فاز بيهم الزمالك عن طريق السوبر ايمن منصور وناصر الاسطوري. ماشي. بعدها كده ايه الناس بتهاجمه، فواحد رد على واحد قال له انا بقول معلومه حقيقيه، الزمالك يستعد للاحتفال. بعدها قام قال له هو انت ايه اللي مزعلك؟ بيرد على واحد اسمه محمد طه، الزمالك وجمهوره حر يحتفل، هو حد قال لك تحتفل مثلا؟ انت كده بتحشر نفسك ليه؟ اللي انا عاوز اقوله طالما انت بتقول معلومه حقيقيه هنا يا خالد، ماشي، ليه ما بتعتذرش عن المعلومه الغلط اللي بتقولها؟ يعني انت طلعت تقول معلومه غلط وانا صححتها لك هنا، ليه ما طلعتش تقول الاسطوره بابا المجال كله صحح لي معلومه غلط يا رجاله وانا كنت غلطان وبعتذر للجمهور اللي بيتابعني لما قلت ان خلال هذا الشهر ومش عارف ايه لو المحكمه الرياضيه اقتنعت هتصدر قرار في سحب الدوري من النادي الاهلي. انا قلت لك ده لسه اصلا احنا في مرحله الاجراءات، انت تختار محكم ويختار محكم ومن يدفع الفلوس ومن يعمل، لسه كل ده ما حصلش فيه حاجه. يبقى انت ازاي بتعمل كده؟ يعني احتفل، حق الزمالك يحتفل، بالعكس ده انت لما تحتفل انك خدت السوبر من النادي الاهلي بتوصل لجمهور النادي الاهلي قد ايه عظمه النادي الاهلي، وده انت كده زعيم القاره الافريقيه برضه. يعني عظمه الزمالك يفرح لما ياخد سوبر من الاهلي. طب الاهلي يعمل ايه بقى؟ اللي خد دوري ابطال افريقيا من الاهلي، هل الاداره اقامت الافراح ولا هي الملاح؟ ما حصلش، لكن الجمهور حقه يحتفل بكافه الاشكال. لكن هو هنا بيتكلم على ان القناه الاولى للفوز بهذا اللقب التاريخي والامجاد التاريخيه. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي، اعلى باللايك يا غالي. نادي بيراميدز بيحاول طبعا يعني يدافع عن حقه ويمارس الضغوط على التحكيم. مستر امين عمر ادار مباراه رائعه لبيراميدز في المباراه الماضيه. ياسر جميل مسعود ربنا يكرمك ويرضى عنك ويرضيك، متشكر لكلامك الطيب، ربنا يحفظك. بيراميدز عمل ايه؟ بيراميدز امين عمر شاف يوروشيتش عمال يتنطط بره وبيعترض كده وعمال يجري ويعمل ويسوي، قام طالع مديله كارت الاحمر. عامل مهمات تجاوز، قام مديله كارت الاحمر. ماشي. شويه وبلاتو توريه عمل فاول عنيف وكان يستحق الانذار الثاني، قام مديله الانذار الثاني وكارت الاحمر. ماشي. نادي بيراميدز مش واخد على العداله التحكيميه، ومش واخد على الامانه في القرارات الفنيه. كل اللي عمله امين عمر في هذه المباراه انا كنت حاضر وبتفرج عليه. فبيراميدز النهارده بعت لنا خبر قال لك انه قدم شكوى رسميه ضد امين عمر اللي ادار مباراه الفريق والاسماعيلي. قال لك تربص بالمدرب يا باشا، اي حد يشوفه بتنطط كده ما انت عمال ايه تنطيطك ده دليل ايه؟ استياء من المدرب، استياء من الحكم، فلازم انك انت تاخد الانذار. ماشي. قال لك ان المدرب لم يحدث منه اي شيء خارج يستوجب الطرد، ده اتطرد وراح يحتج على حامل الرايه والحكم الرابع. وللاسف النهارده الرابطه هتديله ماتش واحد بس، او حتى توجيه الحكم او لفظ خارج.